هحكي لكم حدوته بتحصل كتير قوي. واحده كانت بتحب واحد وعلى طول مهتميه بيه وعلى طول بتسأل عليه وعلى طول هو شغلها الشاغل في كل حاجه، وهو كان مبسوط بده وكان معتمد انها دايما موجوده وضامن وجودها ويروح ويرجع ويتقل. ما هو عارف انها على طول بتحبه، انها على طول بتسأل، انها على طول مهتمه. فجأة ابتدت تحس ان في حاجة غلط، ابتدت تسحب الاهتمام ده، ابتدت ما تسألش، ابتدت تخرجه من دايرة اهتماماتها. فهو ما بقاش مصدق، لا مش ممكن، مش انتي. المهم هي فضلت تبعد لانها حست انها مش في المكان الصح، مش مع الشخص الصح، فابتدت تاخد جنبه وتبعد. هو لما رجع يدور عليها ملقاهاش، حاول يرجعها ما رجعتش. طب ليه؟ لانها عرفت قيمة نفسها، لانها عرفت انها لما كانت بتنام وبتعيط على مخدتها وكان بيستهان بزعلها وبتتهم انها على طول موجودة وانها على طول فاضية وعلى طول مش عارفة ايه، فحست ان هو فعلا عنده حق، وانها المفروض تدي وقت شوية لنفسها، وانها فعلا تهتم بنفسها، وانها تستحق تكون مع حد احسن، حد يهتم بيها وحد يحبها وحد يسأل عليها. فبعدت. فلما حاول كتير ان هو يرجعها ملقاهاش موجودة، ملقاش نفس الشخص اصلا اللي كانت معاه، لقى ان شخص تاني خالص، والشخص التاني رفضه تماما. فارجوكوا البنات بالذات لما تكوني مع الشخصية التوكسيك دي ما تهدريش وقت كتير وما تضيعيش سنين من عمرك ما بيتغيروش. اللي بيحبك من الاول هيفضل يحبك، مش هيقابل اهتمامك واسئلتك عنه ببرود، او ان هو يبعد ويرجع براحته ويضمن وجودك ويهينك ويحسسك انك قليله ويحسسك انك عادي ما انتي موجوده. لا، ارجوكي، القصه دي بتحصل كتير، وفي كتير بيستلذوا ان هما يلعبوها اللعبه دي، وللاسف عشان شايفين اللي معاهم مستسلمين وقاعدين بيكملوا. فلا، اعرفي قيمتك، وانتي قيمتك اعلى من كده بكتير، وانتي تستاهلي وتستحقي تبقي احسن، تبقي مع حد احسن من كده بكتير.